شفت جمال القرص دي؟ تعالي اقولك بقى تعمليها ازاي، وتيجي بقى تاكليها بكوبايه شاي بلبن كده. قرص طريه هشه ومورقه والله زي الفطير المشلتت. انا بقى حبيت اعمل كميه كبيره عشان انا وولادي بنحبهم. رحت جايبه 2 كيلو ونص دقيق. قلت اعمل كميه بقى. جبت 2 كيلو ونص دقيق. 2 كيلو ونص دقيق خدوا مني ايه؟ التلات كوبايات ونص سمنة دول. هي عبوة صفيحة اللي هي الكيلو، صفيحة سمنة اللي هي الكيلو دي. جبتها سيحتها طلعت معايا 3 كوبايات ونص. وكوباية زيت، كوباية الزيت دي هوريكم في الآخر هعمل بيها ايه. وخميرة بيرة، الخميرة البيرة دي بجيبها من عند الخباز، أنا بحب أعمل القرص بالخميرة البيرة. وكوباية مية دافية، وكوباية لبن بودر، وكوباية سكر. السكر ده بيغذي الخميرة، السكر هو السبب اللي بيخلي لون القرصة زي ما انت شفتيها كده، بيخليها تحمر وتبقى جميلة جدا. السكر حلو قوي 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 على العجينة. وكيلو لبن. الكيلو اللبن ده ممكن 2 كيلو ونص. والسمسم ده هوريكي بقى هنعمل بيه ايه، انا مش هضيفه على الدقيق. اما نعجن هوريك هنعمل ايه. احنا اول حاجة هنعملها هنعمل الخميرة. هنجيب السكر ونضيف سكر على الخميرة، لان السكر هو روح الخميرة، بيغذي الخميرة جدا. السكر بيغذي الخميرة. هنحط نص الكمية على الخميرة، وندعك الخميرة بالسكر حلو قوي كده. ندعكه حلو بالسكر كده الخميرة. خميرة كبيرة بتخلي القرص روعة، أحلى من الفورية. هنفتح كده نحط شوية مية دافية، المية دي دافية زي دمع العين. نفضل نعمل في الخميرة كده لغاية ما نحس انها ايه، خلاص دابت في ايدينا مفيش حتت. هنركنها على جنب كده ونبص نشوف، هنروح نشوف نعمل في الدقيق ايه اللي احنا هنعجنه ده ان شاء الله. هنضيف على الدقيق ايه، معلقة ملح صغيرة، معلقتين بودر، معلقتين بنفس المعلقة اللي حطيتي بها الملح هتحطي بها البودر، معلقتين بودر صغيرين، معلقتين بودر صغيرين. ونحط آه باقي السكر. احنا قلنا كوباية سكر، اخدنا نصها على الخميرة ونصها هنحطه على الدقيق. وهنحط اللبن البودر، ونقلب كل الحاجات الجافة في بعضيها. هنحط اللبن البودر اللي احنا حاطينه ده هنضيفه على الدقيق هو كمان اهو. ونقلبه في الدقيق لغاية ما نحس ان كله ايه، كل الحاجة ان ده دخلت في بعضيها، الدقيق والبودر والسكر واللبن البودر، كل ده لا في بعضه في الدقيق كده. بعد كده هنجيب السمنة بس اللي احنا سيحناها، اللي هو الكيلو، الصفيحة اللي هي الكيلو اللي سيحتها وطلعت معايا 3 كيلو ونص، 3 كوبايات ونص. افرضي انت عايزة تعملي كيلو واحد، يبقى قسمي السمنة اللي هي 3 كيلو 3 كوبايات ونص دي، وكوباية الزيت قسميهم على الكيلو. أنا ده مقدار 2 كيلو ونص اللي أنا بعمله ده. 2 كيلو ونص دي طلع معايا 3 كوبايات ونص سمنة. حطيته ال3 كوبايات ونص كلهم على الدقيق. وهعجن بقى كده، مش هعجن، هبس لغاية ما أحس إن السمن شرب الدقيق كله، الدقيق شرب السمن كله كده. هفضل أبس أدعك كده لغاية ما أحس إن الدقيق كله بقى إيه، مش شرب بالسمن، يبقى معايا زي الرمل زي الكسكسي كده. بصي هي ايد واحدة بقى مش هتنفع، لازم ادخل ايدي التانية كده، نعمل الاتنين مع بعضهم. عشان ايه؟ نبس العجينة حلوة كده، نبس الدقيق حلو كده بالسمن، عشان احس ان كله تشبع بالسمن. لازم ابس كده، ما شاء الله لا قوة الا بالله. افضلي بسي فيه كده واذكري الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللهم صل على رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. الحاجة تطلع معاكي مبروكة ونفسها حلو. تفرك الحاجة في بعضيها كده، تبسي الدقيق بالسمنة شفتي بقى عاملة زي معاكي زي الرملة كده، مفيش حتة ماسكة في بعضيها. احنا كده اتأكدنا ان السمنة دخلت كلها في الايه، في الدقيق. هنجيب بقى اللبن. ال2 كيلو ونص انا جايبه لهم كيلو. لا هنحط الخميره الاول بالسكر قبل اللبن. هنضيف الخميره بالسكر. لما نضيف الخميره بالسكر بقى مش هنبس بقى خلاص، هنلم لم كده، لمي لم كده. ايوه نلم لم كده، ما خلاص احنا بسينا خلاص والدقيق شرب السمن. نلم بقى، حطينا الخميره بالسكر على الدقيق بعد ما بسيناه. نلم بقى، نلم كده كله في بعضه. ونبتدي بقى نجيب اللبن. اللبن ده كيلو، انا مش هضيف الكيلو مره واحده، لان الدقيق بيختلف، في دقيق ياخد كيلو، اقل من كيلو، اكتر من كيلو. الكميه احط شويه بشويه بحاجتي في ايدي كده ومتحكمه فيها افضل.
هعجن برضو عادي مع خلاص، الم العجين حلو كده، الم ما شاء الله واذكر الله. على فكرة انت لما تعجني العجينة بالخميرة البيرة، انت يعني ما بتسويش اول ما بتقطعي، لا انت بتقطعي العجين كله وبعدين تصبري عليه ولو ربع ساعة، وبعدين تولعي الفرن على 200 وتبتدي تسوي. احنا هنفضل نعجن بقى، حطينا حبة لبن كمان، ونضيف شوية اللبن الباقي، يبقى ال2 كيلو ونص خدوا معايا كيلو دقيق. هشوف برضو لو محتاجين لبن تاني او مية تاني هنضيف، يبقى ال2 كيلو ونص دقيق خدوا مني كيلو لبن. بصي ما شاء الله لا حول. اهم حاجة بقى في القرصة تطلع معاكي مورقة وهشة وطرية، تعجيني فيها على الأقل وهي بنفس الطريقة دي كده لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة، وهي بنفس الشكل ده كده تعجني فيها حلو كده. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما نشوفها كده بقى خلاص، هنجيب كوباية الزيت اللي احنا شايلينها على جنب، اسمها نلمع بيها العجينة. هنلم بيها العجينة بقى، وشوفي بقى منظر العجينة بعد ما تلميها بشوية كوباية الزيت. اعجني حلو كده بسم الله ما شاء الله لغاية ما تتأكدي ان الزيت دخل في العجينة كلها. ما شاء الله لا قوة الا بالله. خلي بالك انت بتعملي بخميرة بيرة، يعني انت واخدة راحتك، مش خميرة فورية تخمر منك العجينة وانت بتقطعيها، لا هتاخدي راحتك في تقطعها. واذكري الله كده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد محمد رسول. شوفي العجينة عاملة ازاي فوقيها ملبن، والله العجينة ملبن. اعملي بنفس المقادير وبنفس الطريقة وهيطلع معاكي شوية قرص كل هيسألك عاملاها ازاي. شفت العجينة في ايدي عاملة ازاي ملبن، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هلبسها بقى في كيس نايلون علشان ما تنشفش مني ووشها يقشف مني يقشر. حطيتها في كيس نايلون كده وهسيبها بقى لمدة تلت ساعة أو نص ساعة على بين ما نصلي أو نعمل أي حاجة. هنجيب بقى حتة العجوة اللي هنحشي بها القرص، نحط عليها معلقة زبدة لو عندك، معلقة سمنة بلدي لو عندك، افرض ما عندكيش تبقى معلقة سمنة عادية من اللي انت عاجنة بيها دي. وتمسكي بقى شفتي قطعتيها قطع صغيرة كده على قد القرصة اللي انت حجم القرصة اللي انت عايزاه. وهتجيبي حتة العجوة فرديها في ايدك كده وحطيها في قلب العجينة ولم العجينة عليها. والسمسم اللي قلتلك مش هنحطه في الدقيق، انا شلته على جنب. هقطع القرصة واحطها في السمسم كده. نعمل كده ليه بقى؟ عشان السمسم وانا بفرد القرصة يمسك في القرصة. السمسم هتضغطي عليه يمسك في القرصة. تكملي بقى. عملت انا شوية بعجوة علشان عندي ناس بتاكل قرص بعجوة وفي عندي ما بيحبش العجوة، فانا عملت شوية بعجوة زي ما انت شايفة كده، بتقطعي حتة صغيرة وتفردي العجوة وتحطيها فيها وتلميها وتفرديها على ايديكي كده بالسمسم وتظبطيها حجم القرصة اللي انت عايزاها اقل من كده اعمليها، اكبر من كده براحتك يعني. نفس الطريقة دي. واحنا اتفقنا ان الخميرة البيرة بتركن شوية، يعني هتقطعي براحتك قوي او هتسيبيها لمدة نص ساعة بعد ما تقطعيها او ربع ساعة. افرضي انت لقيتها خمرت، هتعرفها ازاي انها خمرت؟ طبعا كلنا عارفين العجين بيبقى خمران ازاي. هنعمل شوية قراقيش بقى. شفت القراقيش؟ هعمل اسطوانة كده وافردها بايدي. العجينة بتفرد نفسها لانها حلوة، انتي عاملاها كويس وعجنها حلو ومظبطاها، هتبص تلاقيها هي نفسها ماشيه معاكي كده، ماشيه تحت ايديكي كده. ما شاء الله لا قوه الا بالله. ونفرد ونظبطها بقى من الحروف من الجناب، ونظبطها كده ونجيب شويه سمسم نحطها عليها، وندوس برضو على شويه السمسم عليها علشان السمسم ما يتفرطش مننا. شفتي كده؟ اضغطي بقى على شويه السمسم دي تاني كده، نضغط عليها كده عشان يمسك في العجين، ونقطعها صوابع صغيرة كده. بسم الله ما شاء الله. عشان افرق العجوة من اللي ما فيهوش عجوة عملت شوية كده وشوية كده. وانتي بقى ما شاء الله شفتي شكله جميل ازاي. وهتولعي الفرن على 200 وبألف هنا وعافية يا رب. شفت اما سوا؟ شفتي شكله عامل ازاي ما شاء الله؟ شفتي اما فتحت القرصة شوفي الشكل القرصة عامل ازاي مورقة ازاي، وشفتي شكل العجوة ازاي، واما تشم الريحة كمان. شفتي شفتي طرية وريحتها روعة، وشفت مورقة ازاي. والله في منتهى الروعة. بألف هنا وعافية يا رب. اعملوا لايك سبسكرايب عشان تشتركوا في القناة، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.